السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح الفل على أحلى وأجمل مشتركين ومشاهدين القناة. ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد من سلكتكم منارة الرواية. النهاردة في فيديو معانا فيديو يهم كل الناس الفريخة واللي بتحب الفرخ، ومن غير فرخ مفيش نش. هنتكلم النهاردة اوعى تدلع تحضيرنا. من حبنا في غاية الحمام وقعدتنا معاه طويلة درسنا سلوكيات الحمام، زي كده علم النفس عند الإنسان. لقينا إن الحمام طباعه زيها زي طباع الإنسان، في الحلو وفي الوحش، وفي اللي بيتعامل بعنف، وفي الحنين. طبعا الكلام ده هنطبقه على الحمام التحضير. بعد اختيارنا الجيد للتحضين واخترنا التحضين الحنين اللي تفتح الباب، الحمام ما يخبطش في الباب، الحمام ما يقومش مع الحصى. اهم صفة في التحضين ان قص التحضين يبقى حنين وما يبقاش رعب. ممكن يبقى التحضين كويس وانت بدلعك ليه انت هتبوظ قص التحضين. نخشوا في الموضوع اكتر. حضرتك لو بتكلف وتسيب الكلفة قدام الحمام، الحمام مش هياكل ومش هيعض في الكلفة، يبقى انت اللي بوظت تحضين. هتدلعه وتسيب له الاكل، التحضين نفسه هتتسد ومش هياكل. سبحان الله، زي البني ادم لما ياكل على جوع غير ما يبقى اكل قدامه على طول. في حاجات وفنيات مهمة انا بعملها وانا باكل. لو حطيت اكل كتير قدام اي حد مش هياكل، ويجيب ده على جنب والطبق ده على جنب. نفس القصه مع حمامك التحضير. ما تجيش تحط كلفه كتير مره واحده، الحمام هيفضل يخبط ويوقع الكلفه وينقي الكلفه اللي هو بيحبها الاول ويرمي الكلفه التانيه في الارض. طبعا الكلفه غاليه، احنا مش في حمل ان الكلفة تقع ويرمي نص الكلفة، وفي نفس الوقت مش هيزق الحمام صح. يبقى لازم اكلفه بطريقة معينة. ايه هي الطريقة المعينة؟ مش هنيجي نحط الكلفة كلها مرة واحدة. قص بديله كبشتين، لا اجي اكلف كبشة واحدة. يبقى القص عارف ان الشوية دول صغيرين مش هينقي منهم، وجعان هياكلهم كلهم، عكس ما انا حطيله كتير وهيوقع. واسيبه لحد ما اعدي والف. طبعا بنظبط وقت التحضين، ميعاد كلفة التحضين اللي هي بتبقى من الساعة 4 للساعة 5 قبل الغروب بساعة. بسيبهم 10 دقايق، ببص الاقي الحمام خلص، ادي شويات. ما نحطش كلفة كتير واخلي القص يوقع ويبقى شبعان. دايما ابقى مجوع التحضين بتاعي. حتة الجوع دي هتخلي الحمام ياكل اي حاجة تحطها. بدأ الحمام يشبع هيبدأ بقى ينقي. ما حطلهوش الحاجات اللي بينقيها في الاول في الكلفة الاولانية. يعني لو الحمام عندك بيحب الفول والبزلة بأخرها، يبقى تسيب الحاجة اللي بيحبها في الآخر. قص التحضين كل على جوع وملأ حصلته تماما، هنبدأ نحط له شويات بردك من الحاجة اللي بيحبها. نحط له شوية فول كلهم خلاص. بدأ يبقى المعلف فيه فول، خلاص ما احطش تاني فول. ابدا احط شويه البزله، اضمن ان الحمام اكل كويس. الحمام كل اشوط، مفيش 10 دقايق ربع ساعه اشوط. ما سيبش الكلفه قدامه بالساعات، ما سيبش الكلفه تاني يوم يعمل زبل عليها، ما ينفعش. يبقى ما ندلعش حمامك التحضين ونحط الكلفه ونحطها بالزياده كده، مش هينفع. وهتبوظ قص التحضين حتى لو كان قص التحضين بيزق كويس. طالما اكل
موعان نفسه مفتوح على الكلفة، يبقى مش هيعض في الكلفة. احنا عايزينه يخش على الكلفة ويسمع صوتك في الميعاد اللي انت طالع فيه، تلاقي بيهفف في الحمام كله في السلاكة، عارفين ان في الكلفة. يبقى بالطريقة دي بنضمن قص التحضير مش هيبوظ منك، وهيزق كويس زغلولين وثلاثة واربعة. خلصت كلفتك وكالوا الخشن تماما، هنيجي على التحديق اللي بالنواعم اللي احنا شرحناه في الفيديو السابق، واحط لكل قص شويات صغيرة من التحديق ومن النواعم. القص بيحب النواعم والتحديق، وطبعا عارفين التحديق فيه فحم والطوب الأحمر والجرش والملح، في حاجات كتيرة والأملاح المعدنية زي ما شرحناها في الفيديو. يبدأ قص التحديد يخش، الملح عايز القص يشرب، القص هيشرب هيزق لك الزغاليل لما تلاقي الأكل طالع لزور. كده ضمننا إن إحنا ما بندلعش تحضيرنا ونبوظه. حبنا ودراستنا لسلوكيات الحمام خلتنا نفكر إن إحنا نشتغل صح. فنيات صغيرة وكويسة هتنجحك في الفرق. طبعا الناس بتقول ايده خضرة، الفضل يرجع طبعا اولا واخيرا لربنا وتوفيق من ربنا، بس نجتهد في نظافة المية، في نظافة العين، في الفنيات الصغيرة دي. واحد عن واحد بتفرق، ده راجل فريق وده مش فريق، بتكات صغيرة. احنا عايزين التكات دي توصل لحضراتكم وتبقوا احسن مننا في الفرخ. الحمد لله الناس تليفوناتها وتعليقاتها يدل على كده، واحنا اتعلمنا كتير منك. انا زيكم، واللي بيقدرنا عليه ربنا، واللي بعمله بقوله لكم، مش اسرار ولا بخبي عليكم حاجه. فرب النهارده مهم جدا جدا موضوعنا، اوعى تدلع تحضينك، نستفاد وجرب وشوف الفرق. ما تسيبش الكلفة قدام الحمام التحضين لفترات طويلة. حدد او ثبت ميعاد كلفتك للحمام، ما تحطش كلفة مرة واحدة، مش هتاخد منك 5 دقايق. كلفة حطها على مراحل، اللي بيحبه يحطه في الاخر. لو مشينا بالخطوات دي ان شاء الله تفرقوا زغاليل بصحة كويسة، والتحضين بتاعك هيبقى 10/10. التحضين بعد ما عملت معاه كده مش نافع، هشوف مين اللي بيزق، كان الذكر ولا الطيرة. ما اظلمش حاجة على حساب حاجة، ارجع تاني اعمل مفاضلة. لو قص بايظ العيب من الذكر بشيل الذكر، العيب من الطيرة شيل الطيرة، وارجع تاني اوفق اصوص تحضين صح. لازم يبقوا حنينين، لازم الذكر والطيرة يبقوا كويسين، مش حاجة مش الذكر على حساب الطيرة او الطيرة على حساب الذكر، الكلام ده غلط. النهارده لازم نستغل كل ساغ وكل جنيه بندفعه في الكلفة ان احنا نعرف نفرخ صح، ونعوض غلو الكلفة بفرخك كتر فرخك. نضمن ان احنا هنفرخ كتير او كويس، وتعوض الفلوس اللي بتصرف. اشتغلوا بالاعشاب، هتوفر معاكم كتير في الدواء. الاعشاب ثم الاعشاب ثم الاعشاب. عندكم قائمة كبيرة للاعشاب وفوائدها، وعامل ميكس من الاعشاب، خلطة جبارة، الخلطة السحرية، عامل حاجات كتيرة لحضراتكم. الحمد لله بدأت البشاير، وبدأ الحمام يفوق، والزغاليل في مرحلة التربين. وعندنا معلومات مهمة جدا جدا، في حاجات ما تعدهاش للقص أثناء التلبين، في حاجات ما تدهاش للحمام قبل التلبين. تعمل إيه قبل التلبين؟ نعمل إيه في فترة التلبين؟ ما بعد التلبين. دي كلها معلومات وفنيات إن شاء الله، انتظرونا وهنقولها في الفيديوهات الجاية. كلها فنيات بسيطة وتكات بسيطة. أنا عارف الفيديوهات بتاعت السلاكة وبتاعت الفرخ عدد قليل بيتفرج عليها، بس أنا يكفيني
لو واحد دعالي ربنا يبارك لك، دي عندي على راسي بالدنيا. مستمرين معاكم، مشكلة الموضوع مش موضوع مشاهدات او الموضوع ان انا اطلع اعمل فيديو بس، قد ما انا اسيب بصمة لحضراتكم في غاية الحمام من حيث فرخ، علاجات، نشر. هدفنا ان احنا ننصح الناس ونوعيها ونفهمها الصح من الغلط في كل حاجة في غاية الحمام. قناة ابطال حمام النش، فرخ، علاج، تقليب، نش، 4 حاجات بنقدمها لحضراتكم في قناة واحدة. الحمد لله، توفيق من عند ربنا وموسم سعيد عليكم، ويا رب تكونوا بتستفادوا من معلوماتنا المتواضعة وتبقوا أحسن مننا وتفرخوا زغاليل كتير. مستمرين، وهنقول على أهم الفنيات الفرخ والمتابعة اليومية في سلاكة ياسر أدم. أشكركم على تعليقاتكم ولايكاتكم وإعجابكم بالفيديو، طبعا على راسي من فوق التعليقات الجميلة. شكرا لمشاهدتكم وحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.